11 بتوقيت الأهلي تمت والحمد لله. ليلة الكبار تحسم لكبير أفريقيا لنادي القرن النادي الأهلي. البطولة ال11 تنضم للجزيرة. الأهلي يا سادة بطل كالعادة. قالوا صعب ومستحيل، ولكن مع الأهلي مفيش مستحيل. سخر يا أهلاوي بناديك، ارفع راسك فوق، أنت أهلاوي. ارفع راسك فوق، أنت كبير أفريقيا، أنت التاريخ والحاضر والمستقبل. مليون مبروك لكل ما هو اهلاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحه وسعاده. اهلا بكل اهلاوي من اي مكان هنا عندنا في الثالثه شمال. ولو انت يا صاحبي اهلاوي انزل تحت بسرعه اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. اما بقى حضرتك لو بتاع بالليله معلش تعالى على نفسك واطلع بره خالص، ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ما كانش ينفع تضيع من ايدينا من البدايه وهي بتشاور علينا. لو استعدنا ذكرياتنا هنلاقي ان لو الدوري المصري خلص في ميعاده ما كانش اصلا الاهلي شارك في البطوله دي، لان زي ما انت وانا عارفين ان الاهلي نهى الدوري السنه اللي فاتت في المركز الثالث، ولكن يشاء القدر ان الدوري ما يخلصش في ميعاده علشان اتحاد الكره يبعت اسماء الانديه اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه بناء على ترتيب الدور الاول. ومن هنا بقى بدأت الحكايه علشان اسمنا يتبعت ان احنا هنشارك في دوري ابطال افريقيا ونلتقي بالاتحاد المنستيري في الدور التمهيدي. كانت المباراه الاولى للنادي الاهلي تحت قياده مستر كولر، ويقدر كولر ان هو يتخطى الاتحاد المنستيري بكل سهوله علشان نبدا دور المجموعات ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم بالهلال السوداني. خساره يا صاحبي باحداث كلنا عارفينها، ونقول مش مهم. نروح بعد كده لصن داون ونتعادل هنا في القاهره، وبعد كده نروح جنوب افريقيا نشيل 5 كده. خلاص يا باشا مصر الكل يتأكد ان البطولة بتبعد عن الاهلي، خلاص دي مش بتاعة الاهلي. ولكن يقدر الاهلي ان هو ينتفض مرة تانية في نفس البطولة ويكسب القطن الكاميروني رايح جاي، ويبقى مستني نتيجة مباراة صن داونز والهلال. لو الهلال كسب يبقى خلاص شكرا يا اهلي مع السلامة. اما بقى لو اتعادل لا، يبقى لسه في امل نكسب الهلال هنا في القاهرة نصعد احنا. لو خسر الهلال يبقى مبروك علينا الصعود من غير ما نتعب اصلا، ويجي ماتش الهلال وصن داونز ويمشي بسيناريو هو الاصعب بصراحة على الهلال السوداني وعلى اهل المصري برضو اللي بيتابع المباراة. ولكن يجي عمنا اطهر الطاهر يجدد امال الاهلي ويضيع ضربة جزاء الفوز. هي كانت كرة الفوز اساسا للهلال وكرة الصعود، وتنتهي المباراة بالتعادل بين صن داونز والهلال. وكده يا باشا مصر يبقى فرصة الاهلي في ايديه. جه الهلال السوداني عندنا هنا في مصر، الاهلي افترس الهلال السوداني وقدرنا ان احنا نصعد ونقول للهلال السوداني مع السلامة. شكرا. عنيد برضو الاهلي ده يا جدع. المهم يا سيدي نروح للرجاء المغربي ونتخطاه بكل سهولة، نكسب هنا 2-0 في القاهرة ونروح نتعادل هناك في المغرب ونتخطى الليلة دي علشان نروح للترجي التونسي. وبصراحة ماتش الترجي ما خدش معانا وقت كتير، يعني خلصناه اوام بس كده يا معلمي. وإنا مستنيين يا ترى هنقابل صن داونز وناخد بطارنا، ولا الوداد المغربي وناخد بطارنا برضو؟ وعلى عكس كل التوقعات الوداد يقدر ان هو يقول لصن داونز باي باي ويصعد هو على حسابه. وقلنا خلاص يا معلمي فرصتنا ونحط على الوداد هنا في القاهرة ونروح نستلم الكاس في المغرب. ولكن مباراة الذهاب ما خلصتش زي ما الاهلي معايد. مباراة الذهاب خلصت بأسوأ نتيجة 2-1 علشان يرجع القلق يطارد من تاني الاهلي. ولكن مع الاهلي لا مجال للقلق، يروح الاهلي المغرب بشخصية البطل ويقتنص البطولة اللي شاورت عليه من البداية. ويشاء القدر يا جدع ان اللي عمله لقجع السنة اللي فاتت يترد له، ولكن بشرف المرة دي السنة دي. كما انت عظيم يا اهلي، معاك دايما مبسوطين ورافعين راسنا لفوق. النهارده مفيش مجال لاي حاجة غير الفرحة وبس. افرح بناديك وافتخر، افرح يا صاحبي وارفع راسك فوق، انت اهلاوي. وهنا بقى هقول لك خلص الكلام وبس، انما الاحتفال مكمل معانا. حفلة مستمرة يا صاحبي. سلام.